اهلا بفلوج رمضاني جديد. تاني يوم في رمضان بتوقيت قطر، ولكن ده اول يوم رمضان بتوقيت مصر، وانا اكيد يعني مش هسيب مصر تفطر لوحدها. هنزل علشان اطب عليهم اول يوم رمضان، ولكن للاسف 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 لما انا هوصل هيكون اوريدي السحور بتاع اول، لا بتاع تاني كده يوم رمضان. يعني انا هروح على السحور لما يخلصوا الفطار. طيارتي الساعة 8 بإذن الله، وانا هتحرك كمان نص ساعة او حاجة زي كده للمطار ان شاء الله، علشان المفروض افطر هناك. انا دلوقتي صايمة، وبعد كده اركب الطيارة. المهم ان احنا ما عندناش وقت، فانا مش هتكلم كتير وهجهز بسرعة، وبعدين ابقى اكلمكم بعدين. فطار يا اخواتي. وصلت المطار ودلوقتي في التشيك ان. انا ما اكلتش كل حاجه، بس انا قررت ان انا هاكل يعني في الطياره احسن، او لما اعمل تشيك ان، علشان دلوقتي كل حاجه عايزه اعملها بسرعه بسرعه بسرعه. خلصت السكيورتي تشيك الحمد لله، يعني خلصت على طول. لا انت قلتي انا ولا امشي من على الجهاز بتاع لا والله قلتي انا ولا انا خبط. دلوقتي رايحه على البوابه. مش عارفه ليه حاسه ان انا مبهدله، مع ان يعني واخده شاور وكل حاجه، بس عشان كل حاجه عملتها بصراحه حاسه ان انا متبهدله. ودي نصيحه مني يا جماعه، ما تعملوش زيه دايما، تجهزوا شنطكم قبلها، جهزوا شنطكم قبلها بفتره. زي السنه اللي فاتت كنت قاعده في نفس المكان ده. المكان ده مش بحبه قوي عشان ورانا التويليت على طول. الريحه مش احسن حاجه، يعني مش وحشه بس مش احسن حاجه. تثبت لي ان مصر اتطورت والله. تشخيصك غير تشخيصك. يا ايه؟ يا جماعه انا متاخره بجد، قله ذوق قوي اللي يجي على الفطار بالظبط ده. انا رايحه اكل ولا ايه؟ انا رايحه اكل. لا بس بجد قله ذوق. بس ليه اسبابي لو عرفتوها هتفهموني. المهم ده الاوتفيت. فين تحسيها مش متظبطه. خدي فلوس. صباح الخير عليكم من اول يوم كده في رمضان ليا في مصر. النهارده احنا مستعجلين جدا وفي كذا حاجه انا ما وريتكوش، بس الدنيا كانت مليانه تراب بسبب العاصفه اللي كانت جايه، وماما مش موجوده، ماما مسافره، فانا ماما في البيت ده، فاهمين ولا لا؟ المفروض ان انا شلت حاجات الركنه بالشكل ده علشان اغسلهم، المفارش بتاعتهم، وعايزه اعمل بقى اعلق الزينه، اعمل اكله اول رمضان اللي هي في كوريا في مصر، واعمل اكلة اول يوم رمضان ليا في مصر عشان انا اللي هطبخ. يلا اشوفكم بقى، علشان المفروض نازله اشتري حاجات للطبخ. معرفتش اصور لكم الاكل اللي انا عملته علشان هوريكم بس النتيجه بعدين. وفاضل على المغرب بتاع 40 دقيقه او حاجه زي كده. هو المغرب بيأذن الساعه كام؟ 6 ل10. فاضل 40 دقيقه، فهنعمل زينه رمضان بسرعه جدا لان احنا ما عملناهاش، ومش لازم نعملها كلها، يعني ممكن نعمل بس المفارش الاول وبعدين نفطر وبعدين على العشاء نكمل الباقي، واخويا هيساعدني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يوميات احمد سامي الطويل جدا. مش فاكره انهي كانت ايه، الحمرا كانت هنا ولا الله اعلم، نستكشف.
بتعرف تعمله؟ اشيله يعني؟ ولا عايزه رز؟ 이거 보세요. 이렇게. يم 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 يم. يا جماعه انا مش عارفه هو ده اليوم الكامل ليا في رمضان، بس احنا ايه رايكم نعتبره ان هو اول يوم؟ هي ماما لسه ما رجعتش من سفر، فاحنا هنعتبر ان هو لسه اول يوم، ماشي؟ لان انا كنت مشغوله جدا وبطبخ ومش عارفه ازاي يعني اوفق ما بين ان انا ورايا حاجات اعملها، ان انا عايزه اطبخ في البيت، ان انا عايزه انظف البيت، ان انا عايزه اقابل صحابي. كل دي حاجات كتيره جدا عليا فمش عارفه اصور وانا بطبخ، فهحاول ان انا اصور لكم، مع ان النهارده مش طبيخ يعني. يا ريتني كنت عملت لكم بقى المحشي وفتة المكدوسه اللي انا عملتها، هسيب لكم صورها هنا دي. ودلوقتي انا واقفه علشان اطبخ، وماما جايه بكره ان شاء الله. باي. المهم انا حاطه دي عايزه اعمل خضار، طاجن خضار، وهنا دي فيها كوارع، بس انا بفكر بقى احط دي في الطاجن وبعدها على وشها الكوارع. لسه بفكر كده. بعد ما اتسبكت شويه وهحطها بقى في الطاجن. الطاجن الصراحه اتشلخ، فانا حطيت عليه فويل، اعتقد مش هيبقى طعمه زي العادي، بس ستيل هيبقى حلو. ده كده منظرها قبل ما ادخلها الفرن. اعمل لكم بقى طريقه الصوبيا، اجمل طريقه ممكن تعملوها. اخويا هو اللي معلمها لي. معلقتين صوبيا كبار، شانتيه شويه يعني مش كتير، انا بحط نص الكيس مثلا. امبارح اساسا صحابي جولي وداقوا الصوبيا وقالوا لي الصوبيا خطيره. طبعا ما صورتش كتير، بس ده انا وصحابي هنا كنا اتجمعنا. انا لما بنزل مصر لازم صحاب المدرسه دول اساسي، دول عيلتي اللي من زمان، اللي انا اخترتهم واحد واحد. وكان في 3 ناقصنا، ان شاء الله هنتقابل تاني. فطرنا مع بعضينا، صلينا، اتكلمنا، رغينا قد كده، حرفيا الساعات عدت كانها لحظه. انا مستنيه عشان اعمل شوربه، عشان عايزه اعمل رقاق ساده خالص، والدي بيحبه جدا. وعايزه اعمل برضو رقاق اللي هو بيبقى باللبن والسكر، ده خطير بموت فيه. فيلا بينا. ده الاكل يا جماعه. يا سلام عليك يا ست اميره، يا سلام عليكي، كل حاجه تحت السيطره. رايحه اصلي. فيها اكسبلينيشن بتاعتها، دي الاديشن بتاعت رمضان. ما هي طلعت المفروض، لكن العقل يختار من عدي عدي. مين ده؟
يعني في 18 ثواني؟ يوم ده رمضان النهارده، كل يوم وانا ثانية. كل يوم ثانيه. عامة طب ما ده لذيذ. عارفة اللي هو أكادوا من جنجونة طبخة لي الاكل ده كله من امبارح وهي واقفه علشان تحضره يا جماعه. يا جماعه أخباري ها. ايمان بتعيط. لا مبسوطه طبعا. كذا كذا. نيها 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 تركب على الطيران الصيني. نيها عنصرية 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 يا متنس. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل،